انا خايفه من اليوم ده لان انا عارفه يعني ايه ان انت بتدي طفل يجري عليكي. في فيديوهات اهي، الفيديوهات اللي بتتكلم ان انت بتبقي رايحه بالاكل تلاقي الطفل بيجري عليكي ياخد منك الاكل ويقعد في الارض يفتح العلبه على طول وياكل. معنى كده ان هو قاعد مستني، قاعد جعان. انا ام يوسف اللي كنت زمان اول ما ابتديت بالعربيه بتاعت شهير. ابتديت بيها، كنت شغاله عليها، قعدت سنه ونص شغاله عليها. وبعد كده بقى ايه، ابتدت فكره ان احنا نعمل اكل لوجه الله من ساعه ما في حد اتصل بيا وقالت لي انا مأتمناكي وعايزه تعملي لي اكل لوجه الله وتوزعه لي. كان على روح حد متوفي عندها. وبس ابتدت بقى من هنا الفكره ان انا اعمل لها وجبات وافرقها. ابتدت هي تقول لاصحابها واصحابها يقولوا لاصحابهم وقرايبهم. ابتدت من هنا وابتدينا من ساعتها. كل اللي عنده مناسبه يعني حد والد مثلا عايز يعمل له عقيقه، ربنا كرمه وخلف، في حمل وحصل حمل، حد نجح، حد توفى عايز يعمل عليه صدقه. ابتدت بقى من هنا ان احنا نعمل حاجات ونوزعها لوجه الله. مش حد، مش مثلا احنا بقى بيجي لنا تمويل وكلام الفارغ ده خالص خالص خالص، لا. هي بدات من حته ان حد عايز يعمل عقيقه ومش قادر يعملها في بيته او ست كبيره او حاجه، فاحنا بنعملها بداله. انت بعت دلوقتي عايزه تعملي عقيقه، فلازم تشوفي فلوسك بتروح فين على قد ما انت بعتلي ما بعمل لك. ده سبب. تاني سبب، في ناس بتتعاطف مع الحالات دي وبيطلبوا مني ان انا اوصلهم بيهم، فبجيبهم واوديهم ليهم بيتواصلوا معاهم وهم بقى بيساعدوهم. موقفين حصلوا معايا مثلا من ضمن المواقف الحلوه قوي، ان في ناس قاعده في الشارع، اسره كامله، فانا ناس شافتني وانا بوزع لهم اكل نايمين في الشارع بالبطاطين وكده. ففي ناس طلبوا مني ان انا اجر لهم اوضه ويشوفوا حساب الاوضه دي. حصلت لي كتير كذا مره ان انا اجيب لهم اوضه وهم يبعت لهم الايجار بتاعهم وبيتعاملوا بقى هم معاهم مباشره. يعني خليت ايه، هم بيتعاملوا دايركت على طول معاهم، يعني منهم ليهم يديهم، او انا ساعات تكون واصله في النص واجيب لهم مكان وادفع الايجار. موقف زي حد عامله معايا برده كده، ربنا يكرمه باذن الله، طلب مني النهارده ان انا اجيب لهم اكل بمبلغ معين واروح اديه لهم. ما بيطلبوش مني فيديوهات، انا اللي بعمل لهم فيديوهات وابعتها لهم وانا بعمل الحاجات دي. يعني الناس دي بتعمل خير، مش عايزه تشوف هي عملت ايه، بس انا بصور وانا بديهم الحاجه وببعت لهم الفيديوهات. حاجه زي من يومين حصلت، رحت 57 مستشفى 57 الاطفال. حد طلب مني برده، هو نفس الشخص اللي طالب مني النهارده ان انا اودي لها الاكل. الست دي طلب مني ان انا اجيب لعب اطفال بمبلغ معين واروح اديها للاطفال واوزعها. ورحت وصورت وانا بجيب اللعب وصورت وانا بدي الاطفال. ان انا خايفه يجي يوم لا قدر الله ان ما يكونش في حد يساعد حد وان انا ما اعرفش اعمل كده. انا خايفه من اليوم ده لان انا عارفه يعني ايه ان انت بتدي طفل يجري عليكي. في فيديوهات اهي، الفيديوهات اللي بتتكلم ان انت بتبقي رايحه بالاكل تلاقي الطفل بيجري عليكي ياخد منك الاكل ويقعد في الارض يفتح العلبه على طول وياكل. معنى كده ان هو قاعد مستني، قاعد جعان. حاجه ربنا يكرمها يا رب من واسع باذن الله، طالبه مني 3 ايام فطار على روح الناس اموات عندها غاليين عليها يعني. فخرجت لهم النهارده فطار، ويوم الخميس في غدا، ويوم الجمعه برضو فطار. طعميه، فول، جبنه بالطماطم والخيار، سلطه، بطاطس، فول برضو، جبنه تاني اللي هي الشيدر متقطعه اهي، يعني مقطعه الانواع زي وبعمل بيض، بس ما اعرفش النهارده بقى نسيت، بس هعمل الجمعه الجايه بيض. النهارده الجمعه بحب اوزع والناس خارجه من الصلاه يبقى الناس كتير. وكمان هنا عندنا الناس اللي بيدرسوا في جامعه الازهر كتير قوي. صباح الفل يا حبيبي، جايين يدرسوا، فبحب اوزع وهم خارجين من الصلاه. في ناس بقى بتسال طب انت بتكسبي ايه من كده؟ السؤال ده مطروح وبيجي لي في الكومنتات. انا بعمل كده، باخد زي ما انتوا بتاخدوا صدقه ان انتوا باعتين فلوس، انا باخد صدقه ان انا واقفه على رجلي وبعمل وبنزل وبوزع. وغير كده بقى الناس لما بتعرف كده الحاجات دي بتروح بعتلي انا اعمل اوردرات بقى في البيت، فهي بتمشي كده. يعني هو ده السبب ان بيجي لي اوردرات في البيت بعملها في البيت، دي بتبقى بفلوس. يعني في حد عايز النهارده غدا، في حد عايز اسره كامله عايزه غدا. زي امبارح جالي اوردر بالليل، الناس عايزين مكرونه بشاميل وعايزين حمام وعايزين رقاق، هعمل الوجبه دي، هي جالي منها المكسب. فده بيعتبر باخد منه اجري كثواب، وباخد منه اجري ان هو بيعمل لي دعايه ان انا بعمل اكل.